بصوا بقى الاكله التحفه دي حاجه روعه. ازيكم عاملين ايه؟ ازيكم، كل سنه وانتم طيبين. النهارده عامله لكم اكله بقى حلوه كده خفيفه عشان بس ما اطولش عليكم الفيديو. قلت حاجه كده بسرعه بسرعه انا وجوزي هناكلها مع نفسنا كده. بصوا بقى المكرونه عامله لي انا مكرونه بيضه وهو مكرونه حمراء، بقى هو اللي بيحب كده، مع ستيك اللحمه زي ما انتم شايفين كده بالصوص الدمجلاس. حاجه تحفه وطعمها جميل جدا والله هتعجبكم قوي. وجنبها السلطه طبعا. بس كده أكلة خفيفة وجميلة، ونشوف بقى هنعملها ازاي كده مع بعضينا. ندخل بيها بس لما ادوق بقى انتوا عارفين. اه لازم ادوق الاول اشوف طعمها ايه قبل ما ندخل المطبخ. ما عجبتنيش هقول لكم لا ما نخشش المطبخ. بصوا هنا اللحمة مستوية ازاي وجميلة ما شاء الله. هاخد عليها بقى حبة المكرونة كده اهي. بس كده. تحفة بصراحة طعمها جميل قوي. انا بس دقت كده حاجه بسيطه يعني. بصوا كده جميله 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 خطيره. مم. تحفه 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 والله مش عارفه اقول لكم ايه، بس مش عشان انا اللي عاملاها والله، بس فعلا جميله قوي. وحاجه خفيفه يعني بسيطه كده، اوام اوام بسرعه كده انا وهو. وهنا بقى لازم اخد حته خياريه كده معاها. انا بحب السلطه جنب الاكل قوي. تحفه. يلا بينا بقى نشوف عشان ما اطولش عليكم. اه هنشوف بقى عملناها ازاي. انا عملت كده انا وهو زي ما انتم شايفين كده سفرة صغننة على قدنا. جميلة يعني. وبراحتك بقى، وهو كله ربع كيلو لحمة. يلا بينا بقى نشوف عملناها ازاي في المطبخ بقى، ونشوف خطوة خطوة كده مع بعض. يلا بينا. هنا معانا المقادير بتاعتنا اهيت. انا جايبه ربع كيلو بفتيك زي ما انتم شايفين، وهنا زبده، والتوابل بتاعتنا فلفل وملح وحبه سكر وحته تومه والديمي جلاس بتاعنا. هحط كده والبصل بودر وتوم بودر. هرش كده البصل بودر والثوم بودر عليها كده على اللحمه، وحبه الفلفل الاسمر وحبه سكر كده. وهدهنها كده، اقعد اعمل لها مساج كده بايدي كده عشان تشرب التوابل والحاجات بتاعتها زي ما انتم شايفين كده. بس هقلبها على الناحية التانية، وبرضه هرش انا بقية الحاجة اللي عندي برضه في نفس الطبق كده، وهديها برضه المساج بتاعها. دلقت كده بقية التوابل اهي كلها. بس كده هقعد ادعك فيها كده عشان تشرب التوابل بتاعتي دي، عشان تبقى مندمجة معاها كده. بس عشان تديها طعم حلو. بس كده اهو خلاص. هقعد بقى ادعك في اللحمة كده مع بعضها لغاية ما تشرب التوابل. هنا بقى معايا الصينية فوق البوتاجاز، حطيت حتة الزبدة كده على النار. بس هتسيح الزبدة بقى كده. خلاص كده هحط بقى اللحمة بتاعتنا اهي، هفردها في الصينية كده. ولو عايزة تحطي حبة زيت عليها حبة كده ما فيش مشكلة. انا استنيت لما الزبدة تنقص شوية وبعد كده حطيت بعد شوية. هنا هرص اللحمة كده اهو. طبعا حتة تكون حلوة بتستوي بسرعة يعني. بس كده شكرا. كده انا رصيت اللحمة كده. احط بقى عليها التوم اللي عندي، والروزماري. عندي روزماري بس يا ريته كان يعني روزماري اخضر، بس انا ما عنديش الصراحه روزماري اخضر. فحطيت حته التومه كده، وهحط الروزماري اللي هو الناشف ده اهو، عشان ما عنديش اخضر. كان هتبقى احلى لو اخضر. عايزه اقول لكم ريحتها والله العظيم تحفه. كده حطيتهم كلهم اهو خلاص شكرا. اهي قلبتها بقى على الناحيه التانية عشان تاخد برضو ايه من السمنه من الزبده اللي محطوطه في الصينية، وتاخد طعم برضو التوابل والحاجة اهي. خدت اللون ده كده. هسيبها شوية كده ثواني. بس انا لقيت طبعا الزبدة زي ما قلت لكم كده ناقصة شوية، رحت حاطة حبة زيت كده صغننة. لسه هنا برضو اهو بقلبها حلو كده، واسيبها برضو. انا معلية كده النار عليها شوية، واديها كده خلاص شكرا. هطلعها بقى. ويا سلام بقى على الصوص اللي في قلب الصينية بقى كده. واحط الديمجلاس كده، صوص الديمجلاس معلقة واحدة، وحطيت عليه حبة المية كده زي نص كوباية مية من اللي معايا دي. بس كده هقلبها بقى حلو كده على النار، واسيبها تغلي شوية. لازم الصوص الديمجلاس يغلي شوية. وعلى فكرة ما حطيتش ملح،
خالص، لان صوص الديمجلاس بيبقى هو كله فيه ملح كفايه على اللحمه قوي الصوص بتاعها. هنا اهو بصوا الريحه بقول لكم تحفه 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 بصراحه. هنا بقى خلاص حطيت الميه كده وغليت وحطيت اللحمه فيها، هحط بقى عليها الغطا اهو، واسيبها بقى شويه كده تاخد يعني تشرب شويه من الصوص شويه. بصوا الجمال بقى، بصوا التحفه والريحه بقى، مش قادره اقول لكم، مش عارفه الواحد يعمل ايه للريحه دي عشان تشموها تحفه. هقلبها بقى على الناحيه التانية كده برضو اهي عشان تشرب برضو حلو كده من هنا ومن هنا اهي. وهسيبها يعني مفيش ثانيتين كده 3 تاخد غلوتين وشكرا بس. اهو هغطي عليها واسيبها شويه كده شكرا. واديها بقى طلعتها حطيتها في الطبق، وحاجه بصراحه روعه. كانت اكله سهله وجميله، وانا وجوزي كده مع نفسنا وقلنا ناكلها مع حبه مكرونه. وطبعا انتوا شفتوها في اول الفيديو التقديمه بتاعتها، المكرونه والسلطه والحاجات دي كلها. تمام اهو هنزل بقى الصوص ده كله عليها برضو. روعه بصراحه، اكله تحفه. يا رب يكون عجبكم بقى الفيديو، وان كنتوا وصلتوا معايا لحد هنا ما تنسونيش في اللايك والشير والسبسكرايب. شايفين الجمال؟ شيروا بقى الفيديو واعملوا لي رنة الجرس عشان يجيلكوا يوصل لكم كل جديد. باي 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 باي.